ازيكم؟ الشاورما من اشهر الاكلات واكترها شعبيه، سواء الشاورما فراخ السوري، شاورما مصري في كايزر، فتة شاورما، شاورما على البيتزا، واشكال تانية كتير. انت برضو بنسبه كبيره لسه واكل شاورما قريب، وانا ايام ما كنت في الجامعه كانت الشاورما السوري والبطاطس السوري من الحاجات السريعه اللي الواحد بيروح ياخدها من الكافيتيريا عشان يسند بيها اليوم. يعني من الاخر كلنا متفقين ان الشاورما حاجه الكل بياكلها وبكميات كبيرة والكل بيحبها. طب هل سألت نفسك قبل كده الشاورما جت ازاي؟ مين اللي اخترعها؟ ومن أي بلد؟ لو انت فاكر ان أصلها سوري انت غلطان تماما. هي ممكن تكون الشاورما السوري يعني الأشهر عندنا في مصر، لكن سوريا أو الشام عموما ما كانش هو المكان اللي بدأت منه الشاورما. لو عايز تعرف خليك معايا، صلي على النبي ويلا بينا نبدأ. على عكس ما الكل فاكر، شاورما الفراخ مش هي أصل الشاورما، ولكن شاورما اللحمة كانت هي البداية. وعشان نوصل لازاي هم اخترعوا الشاورما لازم الأول نعرف ايه المشاكل اللي واجهتهم وأدت ان هم يوصلوا للاختراع ده. الطريقة التقليدية في شوي اللحمة ان هو بنجيب سيخ أفقي بندخل فيه اللحمة وبيكون تحته فحم أو حطب. مع ان الطريقة دي بتدي طعم شوي وتدخين حلوين، ولكن كان فيها مشكلة ان التتبيلة والدهون بتنزل على الفحم وبالتالي بتتبخر وبنخسرهم. ونزول الدهون على النار ممكن يزود مستواها وبالتالي ممكن يؤدي إلى ان اللحمة تتحرق قبل ما تستوي من جوه. وفي ستينات القرن ال19 وبالتحديد في مدينة بورصة أيام الدولة العثمانية، في شاب قدم الفكرة إن إحنا ممكن نعمل شواية رأسية نحط فيها اللحمة وفوقيها دهون، وبالتالي الدهون بدل ما بتنزل على النار هتنزل على اللحمة، وده هيساعد في طراوتها. وبما إنه بيتم دوران السيخ واللحمة بتفضل تلف في الشواية، تمت تسمية الطريقة دي بدونر كباب. ودونر هنا معناها الدوران، يعني الاسم الأول للشاورما كان الكباب الدوار. ويقال انها بعد كده لما وصلت لنا اتسمت شاورما بسبب انها شبه كلمة شيفرمي اللي معناها الدوران برضو، ولكن تم تعريبها. طب ازاي الشاورما وصلت العالم العربي وبقت مشهورة في سوريا لدرجة ان اي واحد فينا يسمع كلمة شاورما بيفتكر سوريا اول حاجة؟ يقال ان في شخص اسمه محمد صديق الخباز اللي كان قاعد في تركيا لمدة 27 سنة، ولما رجع سوريا جاب معاه فكرة ووصفة الدونر وفتح هناك مطعم اسمه مطعم الصديق، وضاف على الخلطة بهارات شرقية دمشقية مميزة، وهنا سمى الخلطة بتاعته شاورما. ودي كانت بداية شهرتها في الشام، ولكن كل ده كانت لسه الشاورما بتتعمل من اللحمة. امتى بدأت تتعمل من فراخ؟ في نص القرن العشرين لما بقت فراخ التسميد منتشرة أكتر والفرخة الواحدة بتدي كمية لحوم كبيرة، هنا ظهرت فكرة البديل الاقتصادي بأن الناس تعمل الشاورما من الفراخ مش من اللحمة. فبيجيبوا السيخ وبيحطوا فيه صدور وأوراق دجاج، وكده وصلنا للشاورما اللي كلنا عارفينها. وطبعا بعد كده اتطورت الشاورما، وكل ما تدخل بلد جديد بيخترعوا فيها شوية، ودلوقتي عملوها فتة وعملوها على وش البيتزا، ولسه في اختراعات تانية كتير ياما هنشوفها. يا ترى ممكن يبقى في شاورما حلو؟ بلبن هياخد الفكرة دي من الفيديو. دلوقتي انت قول لي ايه اكتر طريقة بتحبها للشاورما ودايما بتطلبها بيها؟ وهل تحب اننا نتكلم عن اكلات تانية وازاي عملوها؟ اكتب لي تحت في الكومنتات. لو عجبك الفيديو تقدر تتفرج على الفيديو ده بيتكلم عن ازاي المطاعم بتخليك تدفع اكتر. كان معاكم مستا، وسلام.